إحنا عندنا بقى نسبة الطلاق كل 6 دقايق بالراحة والله كل 6 دقايق في واحدة متطلقة أو بتتطلق أو بتتخانق وخلاص هتاخد الورقة. اللي بيحصل ليه بقى؟ إن الأولاد الشباب الصغنن اللي زيكم الحلوين قوي بيستسهلوا الجواز. أنا ما بتكلمش على اليومين دول أو السنة دي، كانوا بيستسهلوا الجواز، يلا بينا نتجوز، ها ها، رايحين بقى على الكافيه، خلاص هتجوزك، صحيح انت وعدتني، خلاص، واتجوزوا. وهم بيحبوا بعض مثلا 4 5 سنين، اتجوزوا 3 شهور واتطلقوا. يا نهار ابيض! يقول لك والله احنا ما اتفقناش، ده انتوا بقالكوا 5 سنين متفقين وماسكين ايدين بعض وحضن في الشارع وها وجيم فايف وبتاع. طب ليه لما اتجوزتوا مش قادرين يستحملوا بعض؟ لانه الباقي كله كان فيك، كل واحد بيمثل على التاني، كل البنات اخ منكم بيعملوه. تبقى مثلا هو عازمها عشان يطلعوا يتغدوا ولا حاجة في اي مستوى يعني، هي لازم تاكل. ممكن مثلا تحط طبق كشري في رغيف وتاكل، مش عارفة تحط محشيتين في برضه في سندوتش فينو وتاكل. معرفش بيجيبوا النفس دي منين. ولما تروح، لا اصل انا اكلتي قليله قوي يا حبيبي، معلش باكل حاجه بسيطه وكفايه عليا، حتى انا باكل وجبتين بس. طبعا عشان الظروف دلوقتي، عشان عايزه تتجوز بسرعه، هي وجبه بس، والباقي كله بشرب ميه كتير، انا الميه كتير الله! يعني انتوا بتعملوا ايه؟ بتمثلوا. يجي بقى العريس يتصدم او العروسه تتصدم في جوزها ده، اللي هو كرشه ما بيتمليش اكل، وكل واحد على مزاجه، وكل واحد لابس ال يعني بتزوقوا للخارج، فبيتطلقوا.